مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلوها بالعناوين. الاحتفال بيوم المرأة في إقليم عنزبة. خدمات صحية متطورة في مشفى أوروتا المرجعي للأطفال. توزيع بذور البطاطا المحسنة في إمنحي. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي. إيران تسدل الستار على قاعدتين جديدتين للصواريخ البالستية. جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 4 مرضى من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9716، شفي منهم 9608 وتوفي 103، فيما لا يزال 5 من المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 7 مارس 2022. احتفل إقليم عنزبة ب8 مارس اليوم العالمي للمرأة يوم 5 مارس في كلية حمل مالو الزراعية تحت شعار الثبات على المبادئ لضرورة مرحلية. وتضمن الاحتفال مختلف المناشط للطلاب وعمال الكلية. أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنزبة السيدة آمنة حسن في المناسبة إن نضالات المرأة الإريترية حققت نجاحات كبيرة، وقالت إن تحديات مرحلة اليوم تتطلب مشاركة الجميع لإيصالها إلى الهدف المنشود. وقد تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في كافة مديريات الإقليم. احتفل فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ملبورن الأسترالية ب8 مارس اليوم العالمي للمرأة. أوضحت مسؤولة الفرع السيدة برهين عقباي في الحفل إن المرأة الإريترية تعزز مشاركتها بكفاءة في كل المجالات، وذلك نتيجة لعهد الحكومة الإريترية. من جانبها أوضح مسؤول الشؤون المجتمعية والشعبية في أستراليا السيد ياسين عمر إن الصمود الطفاني الذي أظهرته المرأة الإريترية في النضال للاستقلال يكرر اليوم أيضا في تنمية البلاد. تعين المرأة الإريترية المتواجدة في أستراليا والتي لم تنضم إلى الاتحاد لمختلف الأسباب الانضمام إلى الاتحاد والجالية والنضال لحل مصاعبها وتعزيز مساهماتها. وقدم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد هابتوم جوفاني ورئيس الجالية الإريترية في مقاطعة فيكتوريا كلمات تضامنية في الاحتفال. هذا وتضمن الاحتفال مناشط ثقافية وفنية. ذكرت المدير الطبي لمستشفى أوروتا المرجعي للأطفال البروفيسور زغريدا غبريهوت إن المستشفى يقدم خدمات متطورة مدعومة بمعدات حديثة. وأوضحت إدخال معدات تشخيص الأمراض في المستشفى، ويقوم الأطباء الشباب بخدمات مشهودة باكتساب الخبرة من قدام الأطباء. ويضم المستشفى 7 أقسام تقدم خدمات يومية من 100 إلى 120 طفلا، واستقبل أكثر من 10,000 طفل مصابين بأمراض مزمنة من جميع أقاليم البلاد. وحول خدمات أمراض القلب أوضحت البروفيسور زغريدا وجود قسم خاص للخدمات والجراحة يعمل منذ 20 عاما، أجرى أكثر من 1000 عملية جراحية ناجحة في القلب حتى الآن. ومع إدخال جهاز التصوير المقطعي قد حل نقص أدوات التشخيص المخبرية للرأس، وتقدم الأولوية للأطفال ذوي المصاعب المرضية الواضحة. وأفاد المهنيون الشباب المتدربون في المستشفى الذين بقيت سنة واحدة لتخرجهم من كلية الطب إن الخبرة التي يكتسبونها من المستشفى تساعد في العمل التطبيقي للدراسة النظرية التي يتلقونها. قدمت جمعية منمي الخضر والفاكهة في مديرية منحيلي بذور البطاطا المحسنة للمزارعين النموذجيين في إطار جهود رفع الإنتاج. وأوضح رئيس الجمعية سيد هبتة قرماي اختبار الإنتاجية الكبيرة لبذور البطاطا المحسنة مسبقا،
وذكر المزارعون أن البذور التي حصلوا عليها تتحمل الأمراض وتقدم أكثر من 20 كنتال من الهكتار الواحد. وأشار خبير تنمية الخضروات والفواكه السيد عبد القادر محمد برهان تجهيز المبيدات وأدوات تطوير الإنتاج لحصاد وفير. أفاد الاجتماع التقييمي للتعليم في مديرية مايمنة تحقيق نتائج مرضية من جهود رفع مشاركة وكفاءة الطلاب. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ كبرام قبرمدهن في التقرير الذي قدمه بأن نسبة النجاح بلغت 92% في امتحانات نصف السنوية، وارتفاع عدد الطلاب بحوالي 15% مقارنة مع العام الدراسي السابق. وقال إن كثرة عدد الطلاب في الفصل نتيجة لقلة الفصول الدراسية من أهم تحديات العملية التعليمية، داعيا إلى فصل المرحلتين المتوسطة والثانوية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني أن التعليم يحقق تقدما جيدا في مديرية مايمنة. وذكر مدير مديرية مايمنة المقدم أبراهام هيله إن التقرير المقدم يعكس الحقائق الموجودة ويجب العمل المنسق لسد النواقص. هذا توجد في مديرية مايمنة 7 رياض أطفال و13 مدرسة ابتدائية و3 مدارس ابتدائية ومتوسطة ومدرسة متوسطة وثانوية واحدة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. استهدف قصف إسرائيلي المنطقة الجنوبية في سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا. وقال السانا إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية دون الإشارة للأضرار التي نجمت عن القصف. ونشرت سانا صورا تظهر صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق، سمع مراسلو الوكالة في العاصمة أصوات الانفجارات بوضوح. وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. كشف الحرس الثوري الإيراني وللمرة الأولى عن قاعدتين جديدتين تحت الأرض للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بحسب مشاهد أوردها التلفزيون الرسمي. وتضم هذه القواعد صواريخ أرض دقيقة وطائرات مسيرة هجومية قادرة على التخفي والتسلل واختراق أجواء العدو دون أن تكشف عنها المنظومات الرادارية. وقال قائد القوى الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حجي زادة إن قدرة إطلاق وتشغيل الصواريخ زادت لأكثر من 6 إلى 7 مرات، ونوه إلى أن هذه القواعد قادرة على إطلاق 60 طائرة مسيرة في وقت واحد. وخوفا من الهجمات المعادية تحتفظ إيران بمخزونها من الصواريخ والمسيرات داخل أنفاق تحت الجبال. أعلن عضو الوفد الأوكراني للمحادثات مع روسيا عضو البرلمان الأوكراني عن حزب الشعب ديفيد أراخاميا أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستنطلق على الحدود البولندية البيلاروسية. وأوضح أراخاميا وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية أن المفاوضات ستبدأ في منتجع بيلوفيسكايا بوشا في بيلاروسيا. وفي وقت سابق أكد عضو الوفد الروسي والمشرع الروسي ليونيد سلوتسكي أن الجولة الثالثة من المفاوضات قد تعقد بالفعل في وقت لاحق. وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها 11 على التوالي بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية. وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا، واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ختاما لنشرة أخبار المساء أعود فأذكره بعناوينها. الاحتفال بيوم المرأة في إقليم عسبة. خدمات صحية متطورة في مشفى أوروتا المرجعي للأطفال.
توزيع بذور بطاطا محسنة في النحيل. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي. إيران تسدل الستار عن قاعدتين جديدتين للصواريخ البالستية. وجولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.